استئصال الرحم بيسبب هشاشة في العظام وسن يأس مبكر. معلومات بنسمعها كتير بتخلي حالات تتجنب عملية استئصال الرحم وهي مستدعية ان هي تشيل الرحم، خاصة في السن المتقدم فوق ال 45 سنة 50 سنة، وجيلنا حالات احيانا ان هي 55 سنة ورافضة تماما ان هي تشيل الرحم لمجرد ان هي عارفة ان هي مجرد ما تشيل الرحم هيحصل هشاشة في العظام، هتفقد انوثتها، مش هتصبح ست. المعلومات دي الحقيقة غلط تماما. في معلومة عايز اوضحها يا جماعة، ان الرحم ده عضو ثانوي بيتأثر بالهرمونات، مش هو اللي بيفرز الهرمونات. العضو اللي بيفرز الهرمونات هو المبيض، المسؤول عن الانوثة هو المبيض، المسؤول عن افراز هرمون الاستروجين في الجسم هو المبيض مش الرحم. الرحم بيتاثر بالهرمونات دي. فبالتالي الحالات اللي سنهم كبير فوق ال 45 سنه عندها مثلا اورام ليفيه متعدده، ودي اكتر حالات بنشوفها متردده في عمليه استئصال الرحم. الحالات اللي عندها اورام ليفيه متعدده وكبيره ومؤثره على عضله الرحم وجايه في عند سن 50 سنه ولا فوق ال 45 سنه وهي معاها اولاد وكل حاجه وعايزه تشيل اورام ليفيه بس، احنا الحقيقه طبيا انا بظلمك لو انا وافقتك في ده. ومعلومه ان انت لو شلت الرحم هتخش في سن ياس والكلام ده معلومه غير صحيحه تماما. احنا بنحافظ على المبيضين لو الهرمونات نشطه، عدا ذلك الرحم ملوش اي تاثير على الجسم.